السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عواطف. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وفي صحة جيدة. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، غادي نشارك معكم فكرة ديال الفطور بوصفات اللي سريعة اقتصادية وأهم حاجة أنها لذيذة. إن شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. وغادي نبدا معكم بأول وصفة اللي غادي تكون ديال التحلية اللي كتجي رائعة. غادي نحتاج كريم كراميل اولا فلون بذوق الكراميل. كنستعمل انا هذا اللي كبير تيكون فيه حتى السكر وكيجي معاه حتى هذاك الساشي اللي فيه الكراميل. غادي نفرغ هاد الساشي هذا وكنزيد معاه 2 معالق كبار ديال اللوز اللي محمر ومطحون، غير مهرمش ماشي مطحون بزاف حتى ولا بحال الدقيق، مهرمش. وكنزيد 200 ملي ديال الكريمه السائله، هذه اللي استعملت انا راه حلوه. ونزيد 300 ملي من الحليب وكنخلط هاد المكونات على البارد. من بعد كنحطهم على النار مع التحريك المستمر حتى كيوصل لدرجة الغليان. فهذه من اسهل والذ التحليات اللي ممكن تحضري، كتوجد في دقائق وكتجي لذيذه بزاف. هنايا غادي ناخذ هاد الكؤوس اللي غادي ندير فيهم، غادي نوزع داك الكراميل اللي تيكون مع داك الفلون. كنوزع الكراميل هو الاول، من بعد كنفرغ مباشره الخليط صافي، وغادي نخليهم فوق سطح العمل حتى كياخذوا درجه حراره الغرفه. من بعد كندخلو للثلاجه وكنخليه حتى كيبرد. ملي غادي نبغيو نقدموه ديك الساعه التزيين كيبقى اختياري، تزينوه كيف ما بغيتو. انا غادي ندير ليه من الفوق غير رشه ديال اللوز اللي محمر ومهرمش ودرت حبه ديال اللوز. غادي نشارك معكم واحد السلطه اقل حاجه غادي نقول عليها انها خطيره. عندي هنايا قرعه واحده خضراء ودنجاله واحده، غسلتهم بطبيعه الحال وغادي نقطعهم شرائح اللي يكونوا رقاقين. من بعد غادي نستفهم في صفيحه ديال الفرن، دهنتها بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش فيها هذيك الخضيره، نرشهم بشويه ديال الملحه، اعشاب منسمه، ندخلهم الفران، شعلت عليهم من الفوق ومن التحت 200 درجه، خليتهم حتى تشواو. عندي هنايا الفطر اللي غادي نقطعوه بهذا الشكل، نديروه في مقيله مع شويه ديال الزيت، رشه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود، ونشحروه هكا في مقيله حتى يطيب صافي ونخليه جانبا. غادي ناخذ حتى واحد الفلفله حمراء حتى هي غادي نشويها، نقيها، نقطعها شرائح ونخليها على جنب. هنايا للصلصه غادي ندير 2 معالق كبار ديال المايونيز، عندي ثقيل فخففته بشويه ديال الحليب، شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، معدنوس اللي مقطع رقيق، وشويه ديال الخل وشويه ديال الزيت صافي. وكنخلطها وهي عندي واجده، كنقسمها على 2، النص ديالها كنخليه حتى من بعد باش كنزوق به هكا من الفوق. هنايا ضفت بطاطا مسلوقه اللي قطعتها مكعبات، والخيار مخلل حتى هو هكا قطعته طريفات صغار. طبق ديال التقديم غادي ندير فيه الخس بطبيعه الحال، غسلته مزيان وخليته تنشف، فرشته قطعته فرشته هو الاول، زدت من الفوق بطاطا وهذاك الخيار مخلل اللي درت ليهم داك مايونيز. وغادي هنايا كندير هذيك الخضيره مشويه، كان هكا كنوزعها في الطبق. درت الدنجال مشوي، القرعه مشويه، هنايا فلفله حمراء حتى هي مشويه. من بعد غادي نضيف حتى الفطر اللي شحرت هكا في المقيله، ونزيدو حتى الطون من الفوق، وديك الصلصه اللي كنت نقص هكا غادي نوزعها من الفوق على هذا الشكل. وما غاديش نقول لكم هاد السلطه خطيره خطيره، جربوها وردوا عليا. ودابا غادي ندوز باش غادي نوجد معاكم الاميره ديال المائده عندنا في رمضان اللي هي الحريره. غادي ناخذ الكوكوط، كندير فيها واحد الحبه صغيره ديال البصله اللي مشلضه رقيقه، وشويه ديال اللحم كتبقى على حسب الرغبه، ومعلقه ديال الزيت. هي الحريره ما كيديرش فيها الزيت، انا كندير هاد المعلقه غير باش كنقلي هاد البصيله واللحم، باش هذاك اللحم كيطلق ديك البنه ديالو. كنبغي انا ندير هاد المرحله هادي ديال هاد التشحار. المهم كنقلي هاد البصيله مع هاد اللحيمه مزيان. من بعد غادي نضيف الحمص اللي انا كنفسخو، اللي بطبيعة الحال مرقد ومفسخ، مطيشه اللي محكوكه، قزبر ومعدنوس والكرافس مقطعين، وكندير انا حتى هذوك العويدات ديال الكرافس كيطلقوا المذاق زوين. درت الملحه، سكينجبير، الخرقوم البلدي، وشويه ديال السمن وطريقه ديال القرفه كتعطي مذاق اللي زوين. من بعد ما خليتهم تاني يتشحروا شويه غادي نضيف الماء صافي. وهنايا
غادي يبقى ليا غير نسد الكوكوط ديالي ونخلي هاد المكونات حتى كيطيبوا، حتى كنحس بهذوك الطريفات ديال اللحم والحمص طابوا. من بعد راني كنفتح الكوكوط وغادي ندير المركز ديال المطيشه وغادي نخليها كبين ما داب. غادي نوجد التدويره، عندي هنايا دقيق ابيض كندير معاه هكا الماء وكنخلط. درت هنا تقريبا 4 المعالق كبار ديال الدقيق وهكا. من دابا غادي ندور الحريره كنضيف هاد الدقيق والماء وانا كنخلط، والنار بطبيعه الحال ما تكونش مجهده. نتوما غادي تشوفوا عينكم ميزانكم شحال غادي تحتاجوا، المهم ما تكونش ثقيله بزاف في القياس. وغادي هنايا كنخليها بلاتي باش هكا كطيب. واخر حاجه غادي ندير هي الشعريه رقيقه. انا راه كندير هاد الشعريه رقيقه بزاف، هادي راه بالزربه كطيب. وغادي نخلي حتى كطيب هذيك الشعريه. واخر حاجه كنزيد انا كندير بيضه. بالنسبه للبيضه كاين اللي ما كيبغيهاش، ولكن انا ضروري الصراحه كتعجبني في الحريره. صافي كنضيف هذيك البيضه اللي مخلطه وكنحرك وصافي ها الحريره ديالي واجده كتجي لذيذه. واحسن حاجه عندي في الفطور هي هاد الطويجين هذا، اولا تقدروا ديروا حتى مقيله. عندي مطيشه محكوكه، ثومه محكوكه، قزبر ومعدنوس مقطع رقيق، شويه ديال الزيت، وغادي نضيف التوابل اللي فيهم البزار وبابريكا، الخرقوم البلدي والتوابل ديال السمك الا كانوا متوفرين عندكم، والملح بطبيعه الحال غادي يبقى على حسب الذوق. كنخلط هاد المكونات وغادي نخليهم كيتشحروا. ملي غادي يتشحر هنايا غادي نزيد الكالامار نوزعو بحال هكا. غادي ندير حتى الكروفيت وصافي. من الفوق غادي ندير واحد هكا 2 دوائر ديال الحامض، تقدروا تزيدوا حتى فلفله حاره. صافي وكنغطي عليه. ما غادي نبقى نضيف له لا ماء لا والو، هذاك الشيء راه غادي يطلق الماء. وكتخليوه كيطيب على خاطرو حتى كينشف من الماء وكيجي هكا مشيحر بالزربه كيوجد. هذا بالنسبه لهاد الطويجين الوقت اللي كياخذ لك البيض ومطيشه ياخذوا لك حتى هذا بالزربه. وهنا غادي نكون ساليت التوجات ديال الفطور ديالي ديال اليوم. الحريره كتجي بحال هكا كتجي رائعه. كيف ما شفتوا انا ما درتش فيها كنور، ولكن كاين اللي كيبغي يدير كنور كتبقى اضافه اختياريه بطبيعه الحال اللي بغات تضيفها راه كتزيدها. وتشوفوا معايا راه كتجي بنينه. بالنسبه حتى للسلطه اللي شاركت معكم ضروري خاصكم تجربوها. كتجي فيها واحد البنه واحد اللذه زوينه بزاف وكتشبع، واهم حاجه انها صحيه. هاد التحليه كريميه بنينه بزاف. جربوا هاد الوصفات وردوا عليا.